أدانت جمعيات حقوقية وأهلية في المغرب اعتقال السلطات لعشرات الشباب في عدد من المدن، ومحاولتها منع مظاهرات سلمية دعت إليها حركة جيل زاد 212 للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وتعليمية. الحركة التي تضم شبابا من جيل ما بعد الألفية نجحت في تعبئة المئات للنزول إلى الشوارع في 11 مدينة مغربية، رافعين شعارات من قبيل العدالة والكرامة في واحدة من أكبر الموجات الاحتجاجية المناهضة للحكومة منذ سنوات. المحتجون نددوا بما وصفوه بفساد الحكومة وبالأولويات المعكوسة التي تضع الاستثمار في الملاعب الرياضية استعدادا لكأس العالم 2030 مقابل تدهور قطاعي الصحة والتعليم. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصف تدخل الأمن بالعنيف والممنهج، مؤكدة تسجيل أكثر من 140 حالة اعتقال في العاصمة الرباط يوم 27 شتنبر أفرج عن آخرهم فجر اليوم الموالي. وأشارت الجمعية إلى اعتماد المقاربة الأمنية بدل الحوار يسيء لصورة المغرب ويعمق فقدان الثقة. ردود الفعل السياسية لم تغب، حيث حملت أحزاب كحزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد الحكومة مسؤولية ترد الأوضاع الاجتماعية، داعية إلى مقاربة عقلانية تعيد الثقة للمجتمع. وتعود الشرارة الأولى للاحتجاجات إلى وفاة 8 نساء في مستشفى عمومي بمدينة أكادير أثناء الولادة، ما أثار سقوطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتحول إلى تعبئة ميدانية عبر منصات مثل ديسكورد. الباحث الأكاديمي رشيد الجرموني أوضح أن طبيعة هذه الاحتجاجات غير تقليدية، يقودها شباب غير منتمين سياسيا يعيشون أوضاعا صعبة، حيث تمثل الفئة العمرية بين 15 و 24 سنة أكثر من 38% من سكان المغرب، بمعدل بطالة يصل إلى 35%. ويرى الجرموني أن هذه الحركة تشكل ناقوس خطر، خاصة في ظل توجيه الموارد نحو تنظيم كأس العالم مقابل إهمال القطاعات الحيوية. ويرى مراقبون أن احتجاجات جيل 212 قد تتجاوز مجرد ثورة شبابية لتصبح تعبيرا عن جيل يسعى لعيش كريم في بلد تتفاقم فيه الفوارق الاجتماعية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لهذه المطالب قبل أن يتسع نطاق الغضب الشعبي؟